هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاته. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو منزله. وصفه النهارده بقى بحسها بجد الصينيه اللي لازم تتعمل في العزومه، ما ينفعش العزومه تخلى من غيرها. عزومات رمضان واللمه والسفره بجد بحسها طبق اساسي او صينيه اساسيه كده في العزومات. بتبقى وجبة متكاملة وفيها كل حاجة، فيها كل الخضار اللي احنا عاوزينه، فيها كل الأطعمة اللي احنا نحب ناكلها. هي صينية البطاطس بالكفتة والطحينة. الصوص خطير، صوص كريمي مش مقطع، الصوص بجد تحفة، البطاطس مستوية ولا غلطة، الكفتة فيها بجد تحفة مع رز بشعرية. اقدر اقولكوا ان بجد الصينية دي تاخد 10 من 10 ونجمة. سهلة كمان، مش بتاخد وقت، فيها كل الوصفات او كل الصفات الحلوة. يلا نقول لكم الصينيه التحفه دي اتعملت ازاي. معايا كيلو من اللحم المفروم، ومعايا 3 بصلات مفرومين، يفضل ان هما يكونوا مفرومين ناعم، 3 بصلات وسط كده مش كبار، او بصلتين كده حلوين. ومعايا زي 3 معالق كبار من الخضار المفروم، ومعايا فلفل رومي وفلفل حار على حسب الرغبه. ومعايا معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبصل باودر والبابريكا والبهارات. وكده خلطة الكفتة جاهزة معايا. طبعا هبدأ اعجنها كويس قوي بايدي لحد ما اللحمة يطلع ليها كده يعني انسجة، واحس ان هي خلاص بقت جاهزة معايا. وده السبب اللي بيخليها ما تفكش كده، بحس ان هي طلع ليها الخيوط دي. وده بيجي منين؟ بيجي ان انا قعدت اعجنها كويس قوي. نجيب الصينيه بتاعتي او القالب بتاعي وابدا اجهز فيه الخضار. احط الخضار اللي انتوا عاوزينه، بس هو ده الخضار الاساسي اللي بيكون في الصينيه دي. معايا بصل شرايح وفلفل شرايح، ومعايا البطاطس بس انا قليتها نص قليه، يعني قليتها في الزيت كده تمام علشان محسش ان هي مسلوقه. ومعايا معلقه صغيره من الثوم المفروم. برضو البطاطس بتاعتكم لازم تقلوها او تحمروها نص تحميره كده. ومعايا طماطمايه شرايح، ومعايا توابل نص معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا. وهبدا يعني اخلط كل الخضار ده مع بعض مع التوابل والثوم، البصل كده والبطاطس، علشان كل ياخد من الطعم من بعضه، والبصل والثوم ينزلوا العصاره مع التوابل، والبطاطس تكون جاهزه كده. الخضار جاهز حطيته جنبي. وجبت مية البصل، عشان انا البصل اللي انا ضفته للكفتة او للحمة كان متصفي منه المية، فانا جبت المية بتاعة البصل وضفت عليها معلقة من الكاتشب، معلقة صغيرة ومعلقة زيت. وبدأت اصبع الكفتة، تقدروا تصبعوها صوابع زي ما انا عملتها، او كور صغيرة، او زي البرجر كده، بس انا عملتها صوابع كفتة كده. وبجد كانت تحفة، الصينية خطيرة وشكلها بجد خطير. هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة الأول كده نص ساعة. أول ما حسيت ان الكفتة خلاص أخدت لون كده ودخلت في يعني في تسوية، هعمل بقى صوص الطحينة. معايا نص كوباية من الطحينة، ومعايا ربع كوباية من الزبادي أو نص كوباية بس مش نص قوي يعني. ومعايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح والبابريكا، هي دي التوابل اللي استخدمها في صوص الطحينة. ومعايا معلقة كبيرة من الخل، ومعايا عصرة ليمونة، وهعصرها بقى كويس. وبعدين هبدأ اقلب الخليط ده مع بعض كويس قوي لحد ما يبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجة، لا يبقى كريمي كده تمام. وطبعا هنا الصوص معايا تقيل، فانا عاوزه اخففه لان لسه هيدخل الفرن في الصينيه هيتقل كمان. معايا كوب ميه مغليه، وضفت فيه يعني مكعب مرقة دجاج، وهقلبه كده. طيب ليه؟ عشان يديها طعم، ويعني يخلي طعمها اغنى وطعمها احلى. بس وكده هخفف بيه الصوص، هخفف بالشوربة دي الصوص بتاع الطحينة، وكده القوام بتاعي هيبقى خفيف شوية، هتحسوا ان هو خفيف. بس لا ما تقلقوش، لما نضيفه لسه على الصينية وعلى الكفتة وكده هيتقل شوية في الفرن. وكده الصوص بقى جاهز معايا بعد نص ساعة. انا خرجت صينية الكفتة من الفرن بس، وكده الصوص بقى جاهز معايا خلاص. هطلع بقى الصينية من الفرن
تمام. بعد ما حسيت بصوا الكفتة اخدت لون كده واتحمرت شوية او خلاص ناقصلها حاجة بسيطة، يعني عن ناقصلها ربع ساعة تقريبا وتكون جاهزة خلاص. ضفت عليها الصوص، غرقت الصينية كلها بالصوص، ضفت كله. الكمية مش كتير، ما تقلقوش الكمية مش كتير، هو لازم يبقى الصوص فيه كتير علشان تكمل التسوية بتاعتها. وكمان احنا لما نيجي ناكل نلاقي صوص الطحينة ده واخد بقى طعم من الكفتة ومن الخضار والبصل، بجد تحفة يعني خطير. وكمان المية اللي نزلت من الكفتة والدهون دي بتدخل مع الصوص وبتخليه تحفة. وبكده تكون الصينية جهزت معايا، جاهزة لأي عزومات، لأي يوم تكوني مكسلة فيه. بجد سهلة وسريعة وطعمها كمان تحفة. لازم تجربوا الوصفة، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.